ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهارده يا حبايبي هنعمل المخروطه الصعيدي او القدسيه زي ما سموها. اعملها معاكم كلها كده من اولها لاخرها. انا طبعا عارفين اي حاجه ما اعملها فيها حاجات تفاريح كده، كلها ما تبقى عندي بتابوية، يعني اما نتلم كلنا ونشتغل مع بعض. انا حاليا في مطبخ بتابوية مش عندي في البيت. معلش سامحوني قاعدة على الصوت اللي انا فيه عشان عندي دور برد. بص، انا اول حاجه مليتها اللي هو الجادوس اللي بنعمل فيه زي ما سموه عاد عندكم. انا غسلته كده ومليته ميه لحد بس تحت اليد بتاعته، لان لما نحط الطبقه التانية اللي هي المصفيه اللي فوق دي اللي هي حاليا في ايدي، المهم ما تطولش الجعر بتاعها والعجينه تلزق فيها او تعجن معاكم بعد ما نقطعها وكده. شايفين؟ انا كده مقيسها بالظبط، الميه ما تطلعش من الفتحات بتاعت المصفيه اللي تحت. شايفين الميه مش طايلاها؟ كنت حطيتها على النار عاد قبل ما نشتغل، لان انتوا عارفين العجين ده ما فيش خميره، ومش هنسيبه نسيبه يختمر وما نشتغل فيه على طول. نسيت اقول لكم برضو ما تنسوش اللي اول مره شاف فيديو لينا ومش مشترك في القناه يشترك معانا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واختاروا اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وما تنسوش اللايك والتعليق الحلو. نبدا كده على طول. اول ما اشتغلت اول حاجه ان انا مليت الجدود زي ما قلت لكم، ولحت على النار عشان الميه تسخن. انا مليته على الاخر لان احنا يعني عاملين كميه حلوه عشان كلنا. بصوا يعني العجنة بتاعتها مش محتاجة أي شغل، هم شوية دقيق وشوية المية الكمية اللي انت عايزاها، وحبة ملح صغيرة خالص، يعني ضفتيها زي ما ضفتهاش. الملح ضفتيه زي ما ضفتهاش مش هيفرق معانا في حاجة. احنا حطينا حتة على طرف المعلقة صغيرة خالص مع شوية المية، بعد كده نزلنا بالدقيق على طول. وبرضه عشان تبقوا عارفين داتي أي دقيق بنشتغل بيه دقيق القمح العادي اللي هو بتاع البيت، يعني مش دقيق فينو ولا كده ولا أي حاجة. بص، كان عجينة فطير ولا المخروطة زي كده ولا أي معجنات تبقى العجينة بتاعتها ناشفة شوية، اللي هي مش بتبقى سايبة يعني. لازم تديها حقها في العجن، يعني ما تحطيش الدقيق مرة واحدة كله وتلفيها وتسيبيها. لا، اعجني فيها على قد ما تقدر. أنا هنا كنت ما صورتلكمش من أول واحدة، هنا كنا عملنا واحدة قبليها أو اتنين. وجينا بعد كده دي صورتها لكم لاني يعني كان في حاجة كانت في ايدي كده ماخديها وما قدرتش اصور لكم في اول حاجة على طول. هنا طبعا انتوا عارفين في الفيديوهات اللي قلت لكم عليها قبل كده ان اي رقة زي كده اللي ما تشتغل فيه، لان انا مش ما اعرف اوسعها بالحجم اللي هي ما توسع بيه برضه، يعني هي بتعمل على قد ما الطبلية تجيب معاها اللي احنا شغالين عليها دي. ولو طبلية اكبر من كده هتكبر العجينة وتفردها برضه زي ما هي عايزة. إيه، شايفين شكلها؟ بصوا. بصوا هي سهلة خالص، ومش هتاخد وقت نهائي، ومش هتاخد مجهود ولا تكاليف، يعني هما شوية دقيق وشوية مية عندك. ولو ما عندكمش لو ما عندكمش الجدوسية ديت او المخروطة اللي هو حطيته على النار ديتي اللي منسوي فيه، تقدر تجيبي حلة صغيرة وتحطي فيها شوية مية لو هتعملي كمية قليلة يعني. ومن فوقيها مصفاية بتاعت اي مصفاية ستانلس عندك ولا ألمونيا، تكون بس اصغر من الحلة يعني عشان تدخل جواها او تبقى على قد الحافة بتاعتها، وتقدر تسوي فيها مش هتقولك لا، اي حاجة عندك هتقدر تتصرف فيها. بص بعد ما ترجع كده، اما نلفها على المضرب وتقسمها بالسكينة زي ما شفتوا، وما نشتغل فيها على طول على المكنة. شايفين شكلها؟ بصوا طول ما العجينة معاكي طالعة مظبوطة ولا هتلزق منك، شايفين طالعة بالواحدة. انا هنا كنت شايفين الشكل. انا كنت حابه جو فرحانه على فكره، انا بحب بالعجينه دي قوي واحب العب بيها كده. سبحان الله، يعني هي نعمه ربنا ما يتلعبش بيها، بس احب شكلها يعني واحب ملمسها، فاهميني؟ هنا كانت مرت اخويا هي اللي مشغله المكنه. انا قلت لكم قبل كده ان مرت اخويا مصراويه ملهاش في الحاجه دي، ما تعرفش تعملها اصلا ولا تعرف هي ما تتعمل ازاي، بس يوم زي كده ما تكون فرحانه بالحاجه بتاعتنا وتكون شغاله معانا وتبقى مبسوطه قوي. واحنا اصلا بنبقى مبسوطين باللمه مع بعض يعني عشان تبقى عارفين. هنا هي كانت شغاله بالمكنه، وانا كنت امغط من وراها واسوي في الجدوس اللي انا وريته لكم ده اللي كنت حاطاه على النار. وامي كانت هي اللي مترجل لنا كده، يعني كانت تفرتها. بص يا حبايبي، آه، اللي مش هيعرف يرج يعني بالمضرب وكده مش عارفين يوسعوها، هتقطع العجينة قطع صغيرة خالص، وهتفرديها بالمكنة بتاعت القدسية نفسها، بمكنة المخروطة اللي احنا شغالين بيها دي الوقت اللي وريتها لكم.
فيها جنب كده ناحية تفردي بيها، تحط العجينة فيها تطلع معاكي مفرودة، وتاخديها على طول على الناحية التانية منها اللي هي تقطع معاكي المخروطة، أو اللي هي ليها جنب تقطع عريض، اللي هي بتاعت الرشة زي ما يقولوا كده. والناحية التانية اللي هي بتاعت المخروطة اللي هي بتنزل رفيعة خالص دي، زي المكرونة السباكيتا كده. آه، اسمها مخروطة أو قدسية. احنا عندنا كبلد يعني في صعيد أما نقول عليها القدسية. مش عارفة عاد انتوا سموها مخروطة سموها قدسية، المعنى واحد والعجينة واحد والنهاية في الآخر النتيجة واحدة. سامحوني مش عارفة أتكلم بس عشان الخنفان اللي أنا فيه ده. آه، عملنا كمية حلوة يعني. بصي تقدر تعمليها وتضيفيها في علب بتاع التلاجة اللي هي البلاستيك ديت، بس اهم حاجة يكون لها غطا كويس عشان بس ما تكرفش منك. تقدر تحطيها في الفريزر وتطلعيها تستخدميها في اي وقت. وعلى فكرة انت تقدر تعمليها كل يوم لو الفطار ولا كده، صدقوني مش هتاخد وقت نهائي. ممكن كوباية دقيق واحدة تعجنيها وتعملي منها كمية حلوة على البوتاجاز وانت واقفة. دي يعني ولا هسيبها تريح، ولا هسيب العجينة تريح، ولا الخميرة تختمر، ولا أي حاجة. تقدر تعمليها في اي وقت. احنا على فكرة يعني ما كناش يعني ما كانش في بالنا ان احنا نعمل، بس قاعدين كده وكنا نجهز يعني. هي بصوا عشوة فاهمين. فهو كان اصلا كان خلاص الليل ليل يعني، وكنا قاعدين على نور الكهرباء وكده. شايفين المكنة اللي بقول لكم عليها الناحية اللي آخر واحدة دي؟ هي لما تفرد فيها ناحية تفرد وناحية. بس احنا طبعا عشان ما عاملينش كمية قليلة، فما نفرد زي ما وريتكم كده. والتطبيقة اللي وريتها لكم دي أسهل حاجة. شايفين تاخدوها جاهزة على طول ومسواية. هنا انا كنت مفرد على الطبلية كده عشان بس ما العجينة ما تحنش على بعضيها، لان دي خصوصا برضو ان هي عجينة قمح. شايفين احلى تطبيقة تطبيق لما تطبقها هم دي بصراحة يعني. مش اللي انتوا تاخديها حتة حتة كده بالسكينة، دي سهلة خالص. وما تدينا قطعة العجينة اللي هي رجتها اما تعمل كمية حلوة، وتديها لنا مسوية حتة حتة يعني. تاخديها كده مسوية زي المسطرة. بصوا طلع معايا حتة واحدة. شايفين منظرها كده؟ العجينة ناشفة معانا عشان مخدومة كويس في العجن. تطلع معاكي مية مية كده ومظبوطة. طبعا اليوم اللي بنبقى فيه ملمومين في حاجة زي كده، العيلة ما تبقى فرحانة وزيتين كلهم يعني. انتوا انا لو وريتكم المنظر، الأطفال اللي قاعدة حوالينا هتترشفوا بأمانة. اللي كلهم كانوا قاعدين يتفرجوا. شايفين شكلهم؟ انا يعني اعرف العجينه اللي هي ناجحه كده من شغلها في اي مكنه يا جماعه. حتى مكنه مثلا بتفور بسكويت والحاجات دي، تعرفيها لما تكون طالعه معاكي العجينه صح، تعرفيها ان العجينه بتاعتك معجونه صح. شايفين شكلهم؟ هنا احنا كنا يعني اللي نحطهم على المكنه زي كده، نروح حاطينهم على طول على في الجدوس، وكل ما يطيبوا مع بعضيه يعني. كل الكميه اللي عملناها دي طلعناها مره واحده. شايفين شكلهم؟ آه، ما خدتش معانا وقت خالص. تقدر لوحدك تعمليها. زي ما قلت لك، لو مش هتقدر ترجي تقدر تاخدي عجينه صغيره خالص تفرديها على المكنه برضو. وبعد كده من يعني الناحيه اخر واحده دي اللي هي تقدر تفرد عليها الناحيه التانية اللي هي تطلعها لك مخروطه زي كده. شايفين؟ بص انا كنت بقول لكم ان احنا بنحط كله فوق بعضيه وتطلعيه في الاخر. هوريهولكم، كملوا معايا الفيديو للاخر هوريكم شكله بعد ما يطلع. شايفين هم يطيبوا اصلا على البخار بتاع الميه. اهم حاجه حطينا مقدار المية اللي يكفينا وزيادة، عشان ما نضطرش ان احنا نشيل الجاموس وهو ساخن ونضيف له مية تاني وتكون بردت والعجينة تعجن معانا. يعني دي خطوة تاخدي بالك منها كويس جوي. لو ضفت مية على المية الموجودة وبردت معاك عبت ما تسخن، هتلاقي كل المخروطة اللي معاك في الجدوس، اللي هو ده اسمه جدوس اللي احنا بنسوي فيه يا جماعة، عشان بس معلومة اللي ما يعرفش يعني. هتلاقوها عجنت معاك وهتبقى العجينة كأنك ما عملتيش فيها حاجة. لكن تحط المية الكافية. هي أصلا الجديسية بتاعتنا دي أو المخروطة لما بتستوي على البخار. شايفين هنا عاد كانت استوت. بصوا البخار اللي طالع منها. شايفين؟ انتوا شافوها كده تقولوا لازقة؟ لا بس هي تبرد. شايفين شكلها بعد ما يعني تهوت شوية؟ احنا ما قادرينش نمسكها أصلا. هتلاقوها فكت واحدة واحدة كده وما فيهاش أي حاجة. شايفين الشكل؟ بصوا شايفين اللي فيها ديت هتفك وتبقى زي كده من غير قطيع. وبصوا طالعة بالحبة بتاعتها زي ما هي. ده برضه دليل ان هي طيبه كويس ومستويه. هنا كنا ابتدينا نجهز للعشاء. انا حبيت اوريها معاكم برضه. عاملينها بثلاث طرق. كل واحد فينا يعني مرت اخويا حباها باللبن، هي الوحيده اللي كلتها باللبن سبحان الله. اللبن تغليه كده على النار ونحط له سكر، وبعد كده في الطبق بتاعك وتضيف اللبن على المخروط على طول على حسب الكميه اللي انت عايزاها.
دي برضه على حسب ما الناس تحبها، يعني مرت اخويا انا بصراحه كلتها كده. وبرضه عملنا للاطفال الصغيره كده، يعني اللبن كويس وحابينه وكده ومفيد. ولو تقدر تضيفي، لو عايزه تضيف عليهم معلقه سمنه بلدي، هتبقى حلوه خالص برضه. حتى لو ضفتيها على اللبن بس فكت فيه، وبعد كده تحطيها في الاطباق حلوه، حطيتيها في الطبق وضفت عليها اللبن وهو ساخن، برضه حلوه هي. هم بصراحه اكلوها كده، بس احنا يعني كل واحد على حسب مؤلف يا جماعه. شايفين؟ دي طريقة من الطرق، حلوة للفطار، حلوة للعشوة، خفيفة. تحلية بعد الأكل براحتكم. يعني دي في ايديكم، وتقدر تعمليها بكذا طريقة. الطريقة التانية هوريها لكم دلوقتي برضه، أنا حبيت أعمل معاكم كذا طريقة. للي يحبها يعني. دي برضه سمن بلدي فكناه كده على البوتاجاز، يا حبيبي مشغلين عليها النار. ودي يعني أكتر طريقة احنا بنحبها بصراحة، اللي هي ولا حلوة قوي ولا إن هي تاكليها عجينة، فاهمين؟ شايفين فكة ازاي كلها؟ كده هنجلبها في السمن البلدي كويس. بعد ما يسخن السمن زي ما وريتكم كده، هننزل عليه بالمخروطة بتاعتنا، ونهدي النار خالص. لحد بس ما العجينة يعني المخروطة كلها معانا، آه، يعني تشرب السمن وكده، تبقى مش حتة فيها وحتة لا. هنفضل نقلب كده على نار هادية لحد ما المخروطة كلها تطول السمنة بتاعتنا. وأحلى حاجة فيها إن السمن البلدي بصراحة يعني، المخروطة سمن بلدي. دي عادة احنا مش هنحط لها عسل. العسل هوريها لكم الحاجة اللي بعديها على طول. دي ما نحط لها سكر، بس نهدي النار ونحط السكر، نقلب قلبتين ونغطيها بحاجة تتبخر دقيقتين بس عشان السكر يسيح مع شايفين؟ هنا بس احنا مش يعني لما تيجي تاكل ما تبقاش السكر حبيبي بس زي ما هو تحس بيه، تحسوا بيه في الاكل. لا احنا بنسيبها نغطيها زي ما هتشوفوا دلوقتي، ونهدي النار عليها خالص، ونسيب السكر يعرق فيها كده، تبقى هي عطيك يعني عم تبقى حاجة روعة بصراحة مع السمن البلدي. شايفين؟ هدينا النار خالص ونسيبها مع نفسها. دي الطريقة التالتة عاد، ودي العيال لما يحبوها. اسيح معلقة السمن بلدي، ده برضه سمن بلدي بقري عشان كده اصفر يا جماعة. السمن البقري معروف اصفر، لو سمن جاموسي يبقى ابيض، لكن ده بقري عشان كده اصفر جو. شايفين؟ هنسيبه يفك كده برضه. شايفين توخة كان واقف جنبي برضه هنا. ده كنت انا روحت عادي وعملت العيال منهم لان هم بيحبوا بعسل. حطيت شويه من المخروطه كده، يا دوبك اقلبهم في معلقه السمن، وبعد كده انزل عليهم بمعلقه عسل، واقلبهم برضه واسيبها يعني مش اكتر من دقيقة، واغطيها كده بحاجة لحد ما تشرب كله يدخل في بعضيه كده، السمن مع العسل، وتبقى مية مية، طعمها روعة. اتمنى لو وصل معايا لحد هنا في الفيديو يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ما يكونش طويل عليكم وما يكونش صدحتكم، ويكون استفدتوا منه في حاجة. ما تنسونيش في الاشتراك وما تنسوش اللايك. دلوقتي اقدر اقول لكم سلام. يا رب تكون الطريقة عجبتكم.